السلام عليكم متتبعين العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم وصفه ديال الكاليط تجي ساهله وبنينه وتتحضر في وقت وجيز، اي حتى الدقيقه 90. بسم الله، نبداو بالمقادير. تنحتاجو 2 زليف ديال الطحين، 2 بيضات، كاس سكر، كاس زيت، 2 معالق ديال العسل، اصفر بيضه، قهوه سريعه الذوبان، و2 ساشيات ديال الخميره الحلوى، وقبصه ديال الملح. بسم الله، نبداو باول مرحله. كناخذ الصفر ديال البيض، كنضيف ليه القهوه سريعه الذوبان، وكنخليهم حتى يتفاعلوا مع بعضهم. غناخذ واحد الاناء، كنضيف ليه 2 بيضات. انا استعملت غير نصف كاس ديال السكر، ما بغيتهمش يكونوا حلوين بزاف. كندير قبصه ديال الملح، 2 معالق ديال العسل، كنزيد كأس ديال الزيت، وكنخلط العناصر مع بعضهم حتى ينسجموا. تنزيد نصف معلقه ديال القرفه كمنسم، اللي بغى يستغنى عليها يضيف ساشي ديال الفاني. غنبدا نضيف في الدقيق، كنزيد 2 خمارات ديال الحلوى، وكنخلط العجين. كنبقاو نزيدو في الدقيق تدريجيا حتى نوصلوا للقوام اللي بغينا نوصلوا ليه. انا العجين ديالي يحتاج ليا غير 2.5 ديال الدقيق، اي 400 غرام تقريبا. كميه الدقيق كتبقى راجعه للحجم ديال البيض، واش كبير ولا صغير. هذا هو العجين اللي بغيت نوصل ليه، كيكون رطب وما كيتلاصقش معانا. كناخذ صينيه اللي عتدخل الفران، كنفرش عليها ورق الطبخ، وكنبدا نشكل الكرات. انا درت فيهم هنا 60 غرام. كنشكلهم بهذه الطريقه وكنقرصهم حيت كينتفخوا معنا في الفران. غنواصل بهذه الطريقه حتى نكمل العجين ديالي. بعد ما كملت غنعاود نضغط عليهم باش ما ينتفخوش معايا بزاف. تناخذ القهوه اللي ذوبت مع اصفر البيض وكنبدا ندهن فيهم من الفوق. تنواصل الدهن حتى نكمل العجين ديالي. من بعد غناخذ فورشيط وغادي نبدا نزين فيهم بهذا الشكل، كل واحد وطريقه التزيين ديالو. من بعد ما كملت غندخلهم الفران اللي كيكون سخون من قبل، كتكون العافيه من التحت والعافيه تكون مهيله. نردوا معاهم البال داغي كيتحمروا معانا، راه كيطيبوا في رمشه عين. الكاليط من بعد ما طاب كيف تتشوفوا تتجي فيه واحد الريحه زوينه وتيجي بنين وهشيش، ويقدر يصبر معكم حتى الاسبوع. بهذا تنكون وصلنا لنهايه الفيديو بالصحه والراحه، وشكرا على المتابعه.